أهلا بيكم في فيديو جديد. المرة دي عايزين نرسم بنوتة كيوت، طفلة صغننة عينيها واسعة وجميلة وعندها ضفيرتين شكلهم حلو وبتضحك ضحكة لطيفة. يا ترى هبدأ بإيه؟ ببدأ بفريم الوش. لو أنا عايز أرسم حاجة كيوت أو شخص كيوت فهرسم فريم الوش دايرة ولا مثلث ولا مربع؟ هرسم دايرة، وعايزها كيوت وعينيها واسعة فهرسم العينين دواير قد كده، ممكن أخليهم قريبين من بعض أكتر كده أهو، وأعمل مناخير برضو دايرة. البق هعمل اللي هو البق الكيوت اللي بحبه ده. أدي السنان عندها نمش مثلا، عندها ودنها كده اهو، الودن الدايره برضو كده اهو. عايز اعمل الشعر عندها ضفيرتين كبار كده مدورين، متخيلها مثلا شعرها كيرلي لونه برتقاني مثلا وكبير كده. هعمل قصه هنا اهو، هعمل قصه هنا اهو، هعمل ضفيره الاول، اعمل توكه واطلع منها ضفيره كبيره كده اهو. تاني هبدا من هنا رايح، واللاين ده فوق اللاين ده، واللاين ده فوق اللاين ده. ممكن اكبر ده كمان كده اهو كده اهو. وابص من بعيد اشوفها حلوه ولا لا، حاسس دي اصغر من منتهيه هنا مثلا، اخلي دي قد كده. فانت بترسم ارسم على مرتين، يعني ارسم السكتش وبص من بعيد، وبعد كده انضف السكتش، وبعد كده بص من بعيد، بعد كده ارسم بالماركر. قسمها خطوات. نقول العينين واسعه قد كده، العينين واسعه خالص قد كده، جواها دايره تانية، جواها لسعه اضاءه. وعايز ارسمها كده بقى ايه، هرسم جسم المره دي بسيط، كورس رسم الجسم ان شاء الله. بعد الكورس ده على طول ما تنساش تعمل سبسكرايب. اخليها رافعه كتافها ومنزله ايديها كده اهو، عامله ايه، وهنا دراعها تاني في جنبها، الفستان فيه حاجات كده فلافي، وادي جسمها شكله عامل كده، لابسه حزام وبس. عندها رموش طبعا، رموش كتير يا خلاصي، وعندها الحواجب صغيره مرفوعه لفوق، وعامله قلب كبير. انا كده خلصت السكتش. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل لايك للفيديو ونجيب القلم الجديد الحلو بتاعنا ويلا بينا اشتغل بالراحه. هاخد نفس عميق وانسى الرسمه، هغمض كده واحاول انسى الرسمه، افكر يا ترى طابخين ايه النهارده. بعد كده بص على الرسمه فجاه، هشوف بقى لو في غلطات. لو انت نسيت الرسمه وبصيت عليها تشوف الغلطات مره واحده. لو انت قاعد ترسم 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 في غلطات صغيره بتتكون وانت مش اخد بالك منها، بتبقى محتاج تنسى الرسمه وتبص. ايه القمر ده، ايه الحلاوه دي، تحفه، مش محتاجه حاجه الحمد لله. بس عاده ساعات كتير بتبقى الرسمه فيها مشاكل، بحتاج انسى الرسمه وارجع لها. لو انا برسم بروجكت مهم، رسمه مهمه بقى وتلوين وحاجات كتير كده، فانا برسمها على يومين ثلاثه، مش بخلصها في يوم واحد ابدا. ويلا بسم الله، ابص كويس وابدا من بعيد. مش بمشي على الخط بنسبة 100%، خلي بالك. لو أنا شايف حاجة محتاجة تتحسن بحسنها، شايف العين تكبر تصغر بعمل التعديلات اللي أنا عايزها. السكتش وظيفته إن أنت يعني إيه، بتبدأ تفكر بالسكتش، لكن القرارات النهائية بتاخدها مع الماركر. بص أنا طلعت الشعر فوق شوية عشان الحاجب يبان، كبر الشعر شوية، هخليه مش دايرة تماما. هعمل زعرورة هنا مكنتش عاملها في السكتش، هنا ده هوديه لهناك كده اهو يا خلاصي. هعمل ايه كمان، هنا القصة، الفرق بتاع الشعر. ونقول عندها توكة. بحب أخلص فريم الوش الأول قبل ما أبدأ في الملامح. فريم الوش عندي أهم من الملامح. والله بص بقى الشعر، بص بص بص، وقف. وهنا بعمل إيه، بطلع باللاين وارجع تاني، وهنا بعمل إيه، بطلع باللاين وارجع تاني، بحيث الأوفرلاب يبقى شكله زي ما اتفقنا. الأوفرلاب اللي هو خط طالع فوق خط تاني، فالخط ده طالع فوق الخط ده، أوقف واعمل خط كده، اوقف، وهنا اعمل ايه، اعمل لايك للفيديو عشان لسه ما عملش لايك، وارجع تاني الخط ده رايح وراجع رايح وراجع. هنا اسيب الحته دي فاضيه ولا لا، احاول اقفل المساحه. بص ده وحش قوي، ده وحش قوي، فاصلحه واعمل كده. حد خد باله؟ محدش خد باله. ده يتقفل، شايف المساحات دي تتقفل، شايف ده، ما اسيبش حته فاضيه كده اهو كده اهو. لما بتقرر تحبر وتحط تونات سودا زي دي، ده قرار كبير. يعني لو عملت اسود كده فالمفروض يبقى فيه منه في باقي الرسمة. فانا دلوقتي ايه، دبست نفسي، محتاج اشتغل حبة مساحات كده، بس مش هاملة اللوحة كلها. الاسود لو سرح مني الرسمة هتبوظ، هتبقى مساحة سودا شكلها وحش. فانا بس هعمل كام تاتش هنا وكده وهنا كده وخلاص، عشان اصلح اللي انا عملته ده. انتوا عارفين الديزاينر حلال مشاكل. انت طول ما انت بترسم بتظهر مشاكل تحلها
تظهر مشاكل تانية، تحلها تظهر مشاكل تانية، تفضل تحل لحد ما الرسمة تبوظ منك، فتتعلم في الرسمة اللي بعدها ما تعملش إيه. والله. فأنت ما بتزعلش لو الرسمة باظت، إيدك لسه موجودة والمعلومة أنت اتعلمتها، فالرسمة اللي بعدها هتكون أحلى. الموضوع بالبساطة دي. يلا نكبت يلا نكبت. العينين، عايز عينين واسعة وكيوت. يلا بينا. بص شفتني وأنا مركز؟ هرسم دايرة 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 دايرة. يا ولد. هرسم دايرة 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 دايرة. يا سلام. هرسم مناخير، هرسم عينين، هرسم عينين، هرسم لسعة إضاءة هنا، لسعة إضاءة هنا. العين دي كده 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 كده، العين دي كده 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 كده. يا سلام. ودي مساحة هملاها أسود. تي 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 تي. أحاول ما أطلعش بره الخط. حلوة كده. جميلة. مرعبة شوية بس. أها. عاملة المساحة دي أسود 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 كده أهو. ياي. أعمل لها رموش كبيرة، رموش كبيرة. حواجب شكلها عامل كده اهو. نمش 1 2 3 1 2 3. البق. وادي الكتاف، ادي لابسة حزام، ادي الجسم، ادي السلسلة، وهنتكلم اكتر عن رسم الجسم في الكورس الجاي. ادي ايد، ادي ايد. ونعمل ان هي طالع منها قلب كبير وبس كده. في الكورس الجاي، كورس رسم الجسم، هتتعلم ازاي ترسم السكتش. بعد كده تنظف الخطوط بتاعة الجسم كله. انا حسيت الكاركتر ده شبه ده فقلت اوريكم. بس يا سيدي، الفيديو اللي جاي اخر فيديو هنتكلم فيه عن ازاي تذاكر، وهنرسم رسمة اخيرة، واحكي لكم حدوتة صغيرة كده. متنساش تعمل سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.